أي شخص يقدم زوجته على والدته هذا عاق. أي شخص يلبي رغبات وأهواء زوجته على حساب والدته ويدخل القهر والحزن على والدته هذا ولد عاق. وأي امرأة ما تساعد زوجها على بر والديه هذه امرأة غير سوية. هذه امرأة والله ليذيقنها الله عز وجل من نفس الكأس اللي أذاقت هذه الأم. أي إنسان يغضب والديه، أي إنسان يقطع رحمه، أي إنسان يدخل الحزن على والديه، هذا والعياذ بالله معرض نفسه لعقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، وما في أظلم من مثل هذه التصرفات الأسرية وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية. فلذلك على كل ولد أن يصحو، على كل ولد أن ينتبه، أن يحذر، وعلى كل زوجة أن تتقي الله وتخاف الله عز وجل، ولا تظن بأن والله إذا عاشت فترة زمنية وأخرجت الزوج عن أهله أو أنها افتعلت مشاكل حتى كرهت الابن في أمه أنها والله في مأمن. لا، على خطر، وما تدري العقوبة تأتيها من أين، من فوقها أو من أسفل منها، أو تأتيها من ولد أو من بنت أو من أبدا. هي معرضة نفسها للعقوبة، وستذوق من نفس الكأس اللي أذاقت فيه هذه المرأة. هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. كل لحظة من لحظات السعادة اللي تمتعت فيها على حساب والدة زوجها والله لا تكون منغصة عليها، سيعاقبها الله سبحانه وتعالى.